مرحبا. الدولة افتتحت سلسلة هايبر ماركت حكومية بحجة دعم المواطن وتوفير سلع بأسعار أقل. الفكرة حلوة بالظاهر، خصوصاً مع الغلاء والمعيشة الصعبة. إذا نشوف الموضوع من زاوية ثانية، التاجر العراقي يشتري بضاعته ويدفع عليها ضرائب، رسوم نقل وكلف تشغيلية، بينما الدولة تستورد مباشرة من دون ضرائب وتبيعها بأرخص سعر بالسوق. زين، إذا الحكومة صارت هي التاجر والمستورد والموزع، شلون التاجر المحلي راح يقدر ينافس؟ بعض الناس راح يقولون إيه، بس الهايبر ماركت تعرض منتجات محلية، بس بالحقيقة السوق بعده مفتوح للاستيراد العشوائي، والمصانع والمعامل العراقية تعاني أصلاً من غياب الدعم، ارتفاع الكلف التشغيلية وصعوبة التمويل. هل دور الحكومة تصير منافس للتاجر لو تنظم السوق وتدعم الصناعة المحلية؟ إذا استمرت تنافس بهالشكل، القطاع الخاص راح ينضرب، والشباب اللي يردون يفتحون مشاريعهم راح يضطرون يلجؤون للوظائف الحكومية، لأن القطاع الخاص مقيد. الحكومة لازم توازن بين دعم المواطن وبين خلق بيئة تنافسية عادلة، مو تخلق احتكار جديد باسم الرعاية الاجتماعية. دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار هو الحل، مو دخول كمنافس بالسوق.